ويتكشف كذبه اللي بيقول ان هو ليه عند الزمالك 70 مليون جنيه. والحقيقه انا ما اعرفش الناس اللي تداولت اصلا الخبر وصدقته على انهي منطق. هو انت عقدك كان كام لما يبقى لك 70 مليون؟ يعني انت عقدك اصلا كان كام عشان يتبقى لك 70؟ يعني هو انت كنت بتاخد كام؟ كنت بتاخد 200 مثلا فادوا لك 130 بقى لك 70؟ مش فاهمه. العقد بقى فيه كميه بنود هتكشف كذبه كمان في نقط تانية. البند الأول إنه زيزو بياخد من نادي الزمالك 20,000 جنيه بدل سكن زيه زي اللعيبة الأجانب، وكاتب عنوان المنيا، يعني كاتب عنوانه في المنيا. تمام. كمان كاتب إنه بياخد حوالي 666,000 جنيه في حالة الفوز بالدوري، ودي تقاضاها في العقد ده مرتين، أو مرة اللي هي الدوري بتاع 2021 اللي كان مع فيريرا. وكمان في حالة مشاركته في 15 مباراة بياخد 3 مليون 333 ألف جنيه عشان يشارك بس في كل 15 مباراة. ويرجع زيزو ساعتها يقول لك ايه؟ اصل انا لما جيت جددت بشروط الزمالك. يا سلام، نادي الزمالك قال لك تعالى هديلك 3 مليون 330 ألف جنيه لما حضرتك تشارك في 15 ماتش؟ يعني دي ما كانتش شروطك انت؟ نادي الزمالك اللي جه قال لك تعالى هديلك 20,000 جنيه في الشهر، يعني ربع مليون جنيه سنويا علشان بدل سكن، ده كانت شروط